السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناتي، قناة عالم الطبخ والحلويات. إن شاء الله هنعمل تتبيلة فراخ مشوية في الفرن، حلوة قوي وسريعة، هتعجبكم بثلاث مكونات بس. وهنعمل جنبها رز برضو على طريقتي، جديد إن شاء الله برضو ينال إعجابكم. يا ريت اللي اول مره يدخل على قناتي يعمل لنا اشتراك ويفعل زر الجرس علشان خاطر يوصل له كل جديد مننا. واللي موجود من حبايبنا على القناه ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وتعليق كده حلو منكم. طبعا زي ما انتم شايفين الفراخ مستويه قوي وحلوه قوي، طريه مش ناشفه. ان شاء الله لما تعملي الطريقه دي هتعجبك قوي. يلا بينا نشوف التتبيله مكوناتها ايه. انا معايا هنا توابل الكيجن. توابل الكيجن متوفره في السوبر ماركت، بس لو ما لقيتيهاش انا كاتبالك مكونات توابل الكيجن في صندوق الوصف. هي بتتكون من 8 توابل، ادخلي وشوفيها واعمليها في البيت. معايا ملح وفلفل اسمر، معايا مرقه دجاج بودر، وطبعا الفرخه اللي تكون موجوده بالحجم اللي انت عايزاه. الفرخه تكون مغسوله كويس جدا ومنقوعه في ميه وملح وليمون علشان اضمن نظافتها. حطينا كل التوابل اللي احنا هنستخدمها. هنحط معلقتين كبار من الزيت ونقلب الزيت هنتبل الفرخة بتاعتنا. طبعا انا الفرخة متبلها من بالليل ومجهزاها وحطها في التلاجة. تبلتها كويس قوي عشان خاطر تشرب من التتبيلة. هجيب قارب واحط فيه اي حاجة، يعني في قاع القارب، سواء بصل او بطاطس زي ما انت عايزة يعني، علشان نحط عليه الفرخة. وهنلف القارب بتاعنا بورق فويل وهنحطها في فرن عالي بدرجة حرارة 200. بعد كده هنشيل الورق الفويل وهنهدي النار ونسيبها تكمل سواها. هتاخد تقريبا كمان ساعة حسب حجم الفرخة. هنسيبها لغاية لما تحمر ونحس انها استوت. هنبدأ نعمل الرز بتاعنا. هنجيب الحلة وهنحطها على النار. هنحط معلقتين زيت كبار وحتة زبدة، ونستنى الزبدة لما تسيح. نكون محضرين الرز مغسول كويس ومتصفي. هبدأ احطه واقلبه. انا عايزة الرز يتغلف بالمادة الدهنية اللي موجودة معايا، يعني كله يبقى فيه الزيت اللي انا حطاه عشان يطلع معايا مفلفل وكويس. هكون محضرة معايا جزرة مبشورة. طبعا طريقة الرز ديت انت يعني بتبقى حسب كل واحد. انا الطريقة دي انا مفضلاها وحلوة جدا، وجربيها وتغيير في الرز. انا هنا حطيت المية اللي احنا هنحطها، يعني اللي هتسوي بيها الرز، وحطيت جزرة مبشورة، وهبدأ اقلب بقى كله مع بعضه واحط مقدار المية اللي انا عايزاه. لو انت عاملة كوبايتين رز هتحطي عليهم كوبايتين مية، او تزودي شوية كمان حوالي نص كوباية كمان لو الرز بيشرب مية كتير. هحط الملح بتاعي. هحط برضو ورقتين لورا، هيعملوا له ريحة كويسة. واستنى لغاية هغطيه لغاية لما احس ان المية خلاص ابتدت تنشف منه. هبدأ اوطي عليه، اهدي النار خالص، وحط حتة زبدة كده على الوش بتديله لمعة وبتديله ريحة حلوة قوي. هنبدأ نعمل البصل اللي بالسماق علشان نحطه جنب الفراخ. هنجيب بصل او بصلتين كبار، هنبدأ نقطعهم بالطريقة اللي انت عايزاها، جوليان، حلقات زي ما انتوا شايفين كده. هنعصر عليها ليمونة كبيرة، وهنحط عليها معلقة سماق كبيرة، وهنحط نص معلقة ملح. هنبدأ بقى نتبل البصل كله بالتتبيلة اللي احنا حطيناها عليه. هنفركها كده ونقلبها كويس بايدينا. البصل ده بيبقى حلو قوي يعني مع الفراخ المشوية، مع الكفتة، بيبقى حلو قوي مع المشويات. ادي الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، مستوية وجميلة، شكلها تحفة ان شاء الله. بس جربيها وان شاء الله هتدعيلي.
زي ما انتوا شايفين الفراخ طرية جدا، مستوية قوي. بس امشي على الخطوات اللي انا قلت عليها، انك تسيبي الفراخ في التتبيلة بتاعتها ساعتين، تسيبيها في مية النقع برضو ساعتين. كل الحاجات دي بتفرق في التسوية معاكي، بتطلع معاكي الفرخة طرية. والرز برضو، ادي الرز بعد ما عملناه، ان شاء الله يعجبك برضو لما تعمليه وتجربيه، وتغيير شوية في طريقة الرز. ويا رب يكون الفيديو نال اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا لنا لايك، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.